أسأل سائل، إني مرات أستغفر سريع أو لساني أخذ على الاستغفار، أحس الحروف تندمج أو يجوز مو واضح تطلع، هل هي مقبولة؟ يعني من كثر السرعة ما لا أشعر. يا جماعة، إذا بترضوا بما أقول والطريقة التي أعيشها وما وجدت، فأنا بطلب من الإخوة الآخرين الذين يتكلمون عن الاستغفار ولربما أخذوا الاستغفار عني أن لا يضللوا الناس بكثرة طرق الاستغفار. الاستغفار يسير يسير يا جماعة، يسير يسير، أيسر مما تظن، يسير جدا جدا. فقط ردد أستغفر الله، ولا تحتاج لا لصوت، فقط لسان وشفتين. وكأنه لو كان، لحظة شوي، لو كان هذا الفم وهذا اللسان يضرب هكذا، أنا ما فيش صوت، فما فيش حروف مخربطة ولا فايت ببعض، ما في. أنا أنطقها وقلبي يعيها إنها أستغفر الله. إذا أنت مش عارف كيف تلفظ، فهي أستغفر الله، هكذا تلفظ، أستغفر الله. ولكن أنا أقولها بدون صوت. تغلبش حالك فيها يا جماعة، ما تغلبوا حالكم. وأقول للذين يضللوا الناس ما بدهن يفلسفوا الاستغفار، لا تفلسفوه، حرام عليكم، اتقوا الله فيهم. واحد جديد عهد إذا تأخر عليه الفتح فبظن أنه استغفاره غلط، يعني الكلمة ينطقها غلط. أنت تنطق صحيح، والأعجمي لن يستطيع أن يخرجها من مخارجها، وسيعطيه الله ما أعطاني، إذا هو تاب من الذنوب ولزم الاستغفار وردد أستغفر الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسب. الحبيب المصطفى عندما كان يتكلم كان يعلم بكل حرف ينطق به، فما كان الرسول عليه السلام يعني يفعل ما نفعل، لأنه كان يعلم. كنا نعد على رسول الله لأنه كان يعلمهم ماذا يفعل. فكل كلامه وأفعاله الرسول عليه السلام هي سنة، هي وحي من عند الله، ولا يفعل أشياء هكذا. فقد وجدنا الخير العظيم من لزوم الاستغفار فقط، وأنا أرددها، لا صوت ولا شيء، ولا صوت إطلاقا بالاستغفار. أنا أصدح بالقرآن، نعم.